ازيكم عاملين ايه؟ مش عايزين نطول وقت كتير، انا هبدأ معاكم الحلقة دي بتيبس وتريكس عشان خاطر تعرف انك ان شاء الله هتستفاد معانا في الورشة بتاعة الاكسل دي. معاكم رامي وحيد، انا شغال الفترة دي سوفت وير ديفلوبر او انجينير في شركة سياحة، وبعمل لهم نظام متابعة طلبات. وفي خلال وجودي في الشركة بيبقى في حاجات، بعض الامور التقنية منها الاكسل، فبنعمل دورة. لو انت حابب ان انت تتابع الدورة دي وتشوف نظام الاكسل في الشركات عامل ازاي، سيرش على اليوتيوب واكتب رامي وحيد، هتلاقي فيه اربع حلقات نزلوا. هم كانوا اربع آم، محاضرات، اديتهم دلوقتي من 4 ايام. تقدر ان انت تطلع عليهم من هنا، وهتلاقيها موجودة جوه بلاي ليست في القناة دي. وطبعا تشرفني لو انت تتابع المحتوى بتاعي في القناة التانية. انا بنزل هنا وبنزل هناك، ولكن يعني هنا دي الدوره اللي ممكن تجيبها من هنا، وهسيب لكم اللينك بتاع تحت. ولكن مش عايزين نطول مع بعضينا، تمام؟ انت سواء جيت لي هنا او هناك، والله انت منور. بص يا صديقي، احنا في الفيديو اللي قبل ده شرحنا، احنا عملنا دفتر تيوم بسيط. وفي الفيديو ده او في الحلقه دي هنوصل مع بعض ان احنا نعمل دروب منيو زي دي كده. نقدر ان احنا نعمل ال الارقام هنا بالعمله، ومن هنا الاسم، وهنا يكون في الداتا فاليديشن على التاريخ، وهيبقى في حاجات كتيره جدا. بس خلينا نبدا الحلقه دي بتركايه بسيطه للناس اللي بتزهق بسرعه وعايزه تاخد معلومات، عشان بس اضمن لها ان انت هتتعلم مني. دلوقتي لو انت عايز تدخل التاريخ على طول او تدخل الوقت على طول، في معادلات بتخليك ان انت تعمل الكلام ده، زي مثلا ناو، وتفتح قوس وتقفل قوس، هتديك الوقت والتاريخ مع بعض. ولكن افرض انا بعمل في الجدول ده وعايز ادخل تاريخ اليوم على طول، فبعمل ايه؟ انت تقدر تعمل اختصار كده في ثانيه يدخلك التاريخ، واختصار برضو سريع لو انت مثلا تعمل تسجيل حضور وانصراف، تقدر تدخل الوقت زي ما انت شايف كده. طيب الموضوع ده ازاي؟ قبل ما اقول لك ازاي، لازم تبقى عارف انت على ويندوز ولا على ماك. لو على ماك، دي الاختصارات يا صديقي، وانا كاتبها بس عشان هي ايه، ممكن تكون مختلفه شويه، بطريقتها مختلفه شويه على الويندوز. الويندوز هي سهله وبسيطه. الويندوز انت هتضغط على كنترول زائد العلامه بتاعت السيمي كولون، تمام؟ او كنترول وشيفت. هتضغط على كنترول وشيفت والعلامه بتاعت السيمي كولون، دي هتديك التاريخ والوقت، اللي هي بتاعت المعادله بتاعت الناو. ودي هتديك التاريخ. اوكي اوكي. جربها كده وهتبقى متاكد انك هتستفاد منها، تمام؟ وهتفيدك جدا جدا جدا، وخصوصا بتاعه التاريخ دي هتستخدمها كتير جدا. لو انت استفدت منها والمعلومه دي جديده عليك وما شفتهاش قد كده، اعمل اشتراك للقناه دلوقتي وادي لايك وكمل معايا يا صديقي، لان صدقني في حاجات كتيره جدا، اساسيات وبديهيات، ان شاء الله باذن الله تتعلمها معايا. وخصوصا موضوع الطباعه ده، لان في ناس كتيره جدا ما تعرفش تطبع على الاكسل، وناس كتيره جدا ما تعرفش تعمل الدروب منيو دي، بتعملها سهل على جوجل شيت. وبالمناسبه برضه ان شاء الله هنعمل شرح لجوجل شيت. وخلي بالكم، هو الكورس ده مش مجرد اساسيات اللي هو اتعلم الاكسل في 10 دقايق وفي ربع ساعه، لا، انا من سياق شغلنا في الشغل بتاع السياحه بوريكم ازاي التقارير والحاجات دي عشان تكون مستفاد فعلا. انا بحاول افيد الناس على قد ما اقدر يا جماعه. انا في اي مكان بروحه لازم اسيب بصمه، لازم احاول ان انا انشر العلم. وانا والله العظيم متواضع جدا وما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، ولكن لازم تبقى انت عارف انت بتتكلم معايا مع مين، عشان تبقى عارف انت بتتابع ايه. ان شاء الله مش هتكلم ولا هرغي تاني اكتر من كده. يلا بينا نكمل مع بعض. ده دفتر بيو. الكورس بتاعنا او الكورس على القناه دي هو اكسل فور لايف، لان انا حابب ان انت تتعامل مع الاكسل في الحياه عموما، مش مجرد انه حاجه بتعلمها وجداول وحسابات والكلام ده. لا، الاكسل ممكن تعمل بيه حاجات كتيره جدا. ممكن تعمل بيه تو دو ليست زي اللي انت شايفها دلوقتي وانا بعمل الكورس بتاعي، او الشرح بتاع المحاضرات بتاعتي. ببدا ان انا اسجل اسئله الناس والمحاضرات والكلام ده كله، وكل الحاجات دي ان شاء الله هعمل لها فيديو. آه، تقدر ان انت تعمل تو دو ليست. لو انت تعمل تراك للبروجكت، في حاجات كتيره جدا تقدر تعملها بالاكسل، تمام؟ خلينا بقى نبدا نكمل الاساسيات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في المحاضره دي. احنا بس عشان تبقى انت عارف، من الحلقه اللي فاتت احنا هنشرح الحاجات دي او هنتعلم الحاجات دي ان شاء الله في البلاي ليست دي، الواجهه والاساسيات. ودي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. اتعلمنا الاساسيات زي شريط الادوات والخلايا والصفوف والكوبي والباست والدراج والحاجات اللي زي كده. ولكن عايزين نشوف الطباعه وانواع البيانات، وهنخش في حاجات تانية زي الداتا فاليديشن والحاجات دي كلها. انا هديك الليله دي كلها مره واحده في المثال ده، تمام؟ وهنعمل زيه بالظبط دلوقتي، عشان بعد كده في الكومنتات هشرح بالتفصيل الحاجات اللي عند الناس اللي هي صعبه. انت مثلا عندك الداتا فاليديشن عايز شرح عليها اكتر، اللي هي هنا موجوده هنا، نبدا نركز عليها، تمام؟ يلا بينا نبدا. طيب، قبل ما نيجي نفكر في اي شيت اكسل انت بتبدا فيه، لازم تبقى انت عارف انت عايز تعمل ايه. انا الحقول بتاعتي ايه؟
انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في الفيديو اللي قبل كده، احنا حددنا الكلام ده كله وعملنا الكلام ده كله. آم، المساحه اللي انا بعملها، عايز اطبع ولا لا. يعني عشان انا لو هطبع لازم اخلي بالي، يعني انا مثلا بضغط على البريفيو لازم اشوف كده دي مش هتطبع بشكل مظبوط، هتبقى ده شكلها في الورقه، هتبقى اول ورقه طبعا لحد هنا، ودي بيش 2 ودي بيش 3. فالموضوع مش داخل، ممكن اقعد اظبط اعمل كده، بس هتلاقي الخط بيصغر منك والورقه التانيه بتروح. دي حاجات كلها هتشوفها في اساس الطباعه، بس انت في البدايه لازم تبقى انت عارف انت عايز تعمل ايه عشان تخش على البيج لي اوت، تحدد ال الاتجاه بتاع الكتابه بتاعك وورقتك، شكل الورقه حجمها قد ايه، عشان تبقى انت عارف ان ده اللي هيطبع معاك هيبقى فيه هنا مسافه بيضاء ولا لا. انا متاكد والله يا جماعه، المشكله بس في التعلم الواحد بيبقى عايز يدي كل حاجه، وانا بخاف من حاجتين: ان الوقت يسرقنا، وان انت يعني تزهق. فاحنا هنفوكس دلوقتي في الفيديو ده على ان انا ازاي مثلا لو انا متاخر دلوقتي كده، بص مثلا انا دفعت ده خلاص اللون الاحمر يروح، طب انا مثلا ده ما دفعتوش عايز اخليه متاخر، دي اسمها ايه؟ الكونديشنال فورماتنج اللي هي هنا. وهنشرح برضه، هنراجع على بعض الحاجات دي واحنا شغالين دلوقتي، عشان لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات او ما ركزتش او شفت تعيد الاكسل بيبقى عايز اعاده. طيب انا دلوقتي عايز افضي مساحه، انا عايز اسيب ده هنا وعايز افضي مساحه، دي برضو حاجه للناس اللي هي ايه بتتعلم، ممكن ما يكونوش عارفين الكلام ده. انا حددت دلوقتي 1 2 3 4 5 اعمده. مجرد ما اعمل الكلام ده واضغط كده على كليك يمين واقول له انسيرت، هيروح ضايف لي 5 اعمده. لكن لو انا عملت كده كليك يمين وقلت انسيرت هيضيف لك عمود واحد. تمام. انا عملت كده ليه؟ عشان عايز افضي بس مساحه هنا اشتغل فيها. طيب انا مش عاجبني الشكل ده وعايز اعمل شكل تاني مختلف. تعالى مفيش اي مشكله، هنروح مثلا بادئين من الجو ده كده، نقول له عايزين نخلي، يعني الاول انا عندي كام عمود؟ 1 2 3 4 5. مش عايزين الملاحظات ده يا سيدي، خلينا 1 2 3 4، مش مهم ال 5. دي كده هروح اعمل لها ميرج، دمجتها، اديت لها خلية واحدة. الجداول دايما بتروح عامل لها بوردر عشان تقدر ان انت تحدد تشوف كل دنيتك فيها ايه. وانا هروح محدد ان الجدول ده هيبقى بتاعي كده بالشكل ده. هروح حاطط بوردر خارجي وداخلي بقى وكله مع بعض عشان يبقى واضح الحاجات هنا. وهنا هيبقى عندي الاجمالي، هنروح عاملين برضو بوردر. نبدأ بقى ندمج، انا عايز الاتنين دول يبقوا زي كده، واروح ضغط على ميرج هنا وضغط هنا، دول هعملهم ميرج. احنا كده بنراجع، لو انت لسه جديد في الاكسل تبقى انت فاهم الكلام ده، ولو انت قديم كمل معايا صدقني هفيدك. دلوقتي انا عايز، انا متأكد انت لو قديم او نص نص يعني ما تبقاش انت عارف الميرج ان انا اقدر اعمل ميرج كده، ولو جيت تعمله هتيجي تلخبط معاك. الميرج ده ان انت بتقدر ان انت تعمل ميرج بالشكل الافقي ده على الشكل الرأسي. يعني عايز تفهم ازاي؟ بص على السهم ده، عندك الخلايا ومجرد ما حددتها هيروح عاملها لك اكروس بالشكل ده. ليه؟ عشان خاطر يبقى اقدر ان انا اعمل هنا التاريخ. طيب بلاش نكتب بايدينا، احنا عندنا البيانات اهي، خلينا نتعود احنا ناخد كوبي بقى وباست، تمام، عشان نتعود على الكلام ده كله. انا دلوقتي نسخت الكلام ده هنا وعايز احطه هنا. تعالى كده نجرب نقف هنا ونروح عاملين باست. ها، جاب لك الكلام بالاشكال بالتاريخ. طب انا مش عايز الكلام ده، انا عايز بس البيانات اللي جوه. كليك يمين واروح واقف هنا واقول له بيست سبيشال. عندك حاله الويندوز هتبقى مختلفه شويه، تمام، ممكن تروح تضغط هنا هتلاقي ايقونات شبه الكلام ده. انا هنا بقول له انا عايز الفاليوز بس، حط لي القيم بس، فراح احط لك القيم. طبعا الملاحظات دي جايه عشان خاطر هي في العمود اللي بعد كده احنا مش عاملين حسابنا، ممكن نلغيها. تمام. تمام. ممكن انا اكتب هنا اي حاجه انا عايزها، زي مثلا نكتب الديت مثلا بالانجليزي، نكتب هنا النيم، نكتب هنا المبلغ مثلا او الاماونت مثلا او الدين. تمام. نكتب هنا الستيتس بتاعتنا. طيب انا كتبت الكلام بالانجليزي، عايز بقى نفس التنسيق ده اجيبه هنا. بص التركايه دي برضو في ناس كتير جدا ما تعرفهاش، واروح محدد الخلايا اللي انا عايزها، واروح جاي على الفرشه الرولة دي واقول له انا عايز الشكل والتنسيق ده يا باشا بعد اذنك ايه حطه لي في المكان ده. اكنك كده جايب صنايعي بتقول له بص الصوره دي انا عايزك تلون لي الاوضه بتاعتي بنفس الشكل ده، جابها لك بنفس الحجم بنفس كل حاجه. طيب تمام. عايزين بقى ايه؟ نظبط المساحات شويه، عايز ازود الصف والكلام ده كله. خلي بالك انت لو جيت عايز تزود الصف ده هتروح انت مبوظ الجدول ده، بس يعني ايه، انا مش عايز كده، فاروح واخد الاتنين دول. تمام. اول حاجه نفك الميرج ده، نقول ميرج، ونروح واخدين ده كده ونروح عاملينه ميرج. هتقول لي طب انا ينفع اعمل زي الميرج اكروس بالعرض؟ دي بقى انا عايزك انت تسيرش عليها، يعني مش كل التعلم
ان انت هتاخد المعلومه من الناس. انا بالنسبه لي لو دورت وحاولت ان انا ادور على المعلومه بتتمسمر. ان شاء الله هقول لك في الفيديو اللي بعد ده. فلو عايز تستسهل كمل بقى ايه ان شاء الله. اعمل فولو واعمل او اشتراك ولايك وكمل معايا الفيديو اللي بعد كده. طيب انا يعني ما بحبش ادور على المعلومه والكلام ده كله، او هتدور على المعلومه والكلام ده كله هتستفاد صدق. طيب في حاجه احنا عملناها بس هنا، انا بس حبيت اوريها لك اللي هو الميرج الاكروس، تمام، ولكن احنا مش محتاجين الميرج اكروس بصراحه. احنا عايزين الشكل بتاعنا يكون بالشكل ده عشان خاطر نقدر نحط البيانات بتاعتنا بالشكل ده. اوكي. طيب احنا دلوقتي نقلنا دفتر الديون وعملنا الستايل. انت لو كملت معايا الحتة دي فانت شفت حاجة كويسة، ما كملتش او مش حابب ما فيش اي مشاكل خالص. احنا يعني بنحاول والله العظيم نوازن بين الناس اللي هي شاطرة وبين الناس اللي هي ايه مش شاطرة. بيقول لك هنا ان انت ما تقدرش تنسى عشان خاطر ايه مش نفس الحجم. انا عايز القيمة حضرتك. ماشي. طيب انت شفت انا عملت ايه هنا دلوقتي؟ انا بنسخ كده وبروح اعمل كوبي، بس طبعا عدد الصفوف دي مش زي الصفوف دي، فهو يعني مأزم الدنيا، فاروح ضغطتين كده واروح اعمل سيلكت اول واخد ايه اللي جواه. الاكسل عايز واحد شغال. يعني اللي انا بعمله دلوقتي قدامك ده ما هوش مهارة ولا حاجة، يعني ده مجرد ما انا كل شوية بقعد براكتس، كل شوية بقعد شغال بعمل حاجة كده حاجة كده، فاهم؟ هتلاقي ايه بتيجي معاك بالشكل ده. طيب تمام. انا دلوقتي عايز اعرض الليله دي كلها مره واحده، بروح محدد العواميد كده واروح ساحب واحده منهم هتلاقيها عرضت لي. طيب تمام. احنا دلوقتي هنا عملنا خلي التوتال بتاعها في الشمال. واحنا المفروض عاملين بالانجليزي، فالمفروض كل حاجه تبقى بايه بال يعني من الشمال لليمين، بس احنا عاملينها بالشكل ده. طيب نبدا بقى في المحاضره بجد. يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي ممكن نقول مش هقول لك ضيعنا وقت. احنا دلوقتي انت اتعلمت في الوقت ده كام حاجه كام تريكايه، يبقى انت كده ما ضيعتش وقت. انت دلوقتي معاك بقالك 13 دقيقه. ال 13 دقيقه الباقيين دول او ان شاء الله 7 دقايق الباقيين هنشوف فيها الداتا فاليديشن ونوع الداتا تايبس بتاعتنا. احنا انواع البيانات عندنا في الاكسل يختصروا في ثلاث حاجات: رقم ونص وتاريخ. تمام. طب الرقم في منه نوعين، في منه عملة وفي منه أرقام عادية. ده واحد وده واحد الاتنين شغالين، بس ده بيضيف لك اللي هي العلامة بتاعت الاي جي. يعني أنا لو جيت على علامة الصف أو العمود بتاع الأماونت ده وضغطت كده عليه وقلت له نمبر، وجيت مثلا دخلت هنا ثلاثة وسبت، هتلاقي عمل لك رقم عادي. تمام. طب لو أنا حددت ده كده وقلت له لا ده هيبقى كرنسي، هعملها لك على شكل فلوس. تمام. لو حابب تعرف ازاي نغير الاي جي والحاجات دي هديك هنت صغير وانت سيرش عليه عشان ما نطولش الفيديو. بنقول له مور فورماتس ونضغط على الكرنسي، هتلاقي عندك هنا تقدر تختار السيمبل بتاع اللغه بتاعتك وعندك كل اللغات اللي موجوده. تمام. طيب احنا عندنا هنا ده هيبقى نص، هو بيجيبوا لك جنرال يعني بيحدد لك لو انت جبته يعني شكل اوتوماتيك دايناميك يعني. حطيت نص هيعملوا لك نص، حطيت رقم هيعملوا لك رقم، مفيش مشكله. طيب عندنا هنا ده التاريخ هيبقى تاريخ. التاريخ بقى ده فيه تركايه، انا ما بحبش اختار بلا ده ولا ده. عايز تختار ماشي مفيش مشكله، لكن انا بحب خلي بالك برضو ان في الارقام احنا ممكن نعمل برسنتج وفراكشنز وحاجات حسابيه وارقام متقدمه شويه. بس المور نمبر فورماتس او ان انت تخش على الفورماتس من هنا هتلاقي في عندك الحاجات بتفاصيل التفاصيل. انا مثلا هنا في الديت دايما بروح على الديت بختار انجلش يونايتد كينجدم، دور على انجلش يونايتد كينجدم مش يونايتد ستيت. هتقولي ليه؟ اهي بتلاقيها تحت هنا يونايتد كينجدم. احنا متعودين ان احنا التاريخ بتاعنا يوم شهر سنه. يونايتد ستيت العكس، شهر يوم سنه. احنا عايزين ان هو ايه 14 ولا اخر. وحاجه كمان انا بحب اظهر التاريخ عشان يوم 10 10 مثلا ده شهر ايه مش عارف، فلازم اكون شايف الشهر 10 اكتوبر. طيب احنا هنا بقى نحط التاريخ بالاختصار اللي احنا عملناه اللي هو عندك كنترول والعلامه بتاعت السيمي كولوم او كنترول شيفت والعلامه بتاعت السيمي كولوم. تمام. نبدا ان احنا آه، نملى البيانات دي عشان نستخدمها دلوقتي. خلي بالك بص، العلامه اللي ظاهره الملونه دي اللي عماله الخطوط اللي بتتحرك اخضر دي عشان عملت كوبي. لو عايز تشيلها اضغط سكيب.
لو ما كنتش تعرف اديك اتعلمت كام معلومه في الفيديو ده. صدقني انت لو حد بيجنر والله ما تندم على اي ربع ساعه او نص ساعه اتفرجت فيها على اي توتوريال. انت لو خدت معلومه واحد بس في المية من اخر التوتوريال ده هعمل لك زي استفتاء كده، انا عايز اعرف الناس اتعلمت قد ايه. يا ريت تكملوا وتعملوا الكويز ده. قول لي انت اتعلمت كام في المية، 1%، 50%، 100%. صدقني ان انت لو خدت 1% انت ما ضيعتش وقتك. المعلومات ما بتعرفش تجيبها الا من الناس الخبره اللي ما بيظهروش بسهوله، لان الناس اللي بتظهر دي ناس هدفها ريتش والكلام ده. فبالله عليك تدعمني عشان نوصل لناس تانية عايز تستفاد، او مش حابب مفيش اي مشكله. صدقني بتبقى صدقه علم، صدقه جاريه ان انت تنشر العلم، وصدقه جاريه برضو انت تساعد اللي عنده العلم ان هو ينشره. يعني انت هتستفاد والله وانا هستفاد. طيب انا لو وقفت على التاريخ ده كده وحبيت اقف على المربع اللي تحت ده، هتلاقي بص السهم بيتغير معانا زي ما انت شايف كده، بص بيتغير معانا. تمام. انا مجرد ما العلامه السوداء دي ظهرت اقدر اضغط واسحب، اضغط كده واسحب. كل ما تضغط وتسحب بص التاريخ عمال يتغير، بيقول لك هيملى لك التواريخ. فانت لو بتعمل جدول فيه تواريخ هيملى لك من 27 28 29 وهكذا الى اخره. دي تبقى حاجه مهمه قوي يعني معاك. طيب تمام. الاسماء هنا احنا هناخد الاسماء دي كوبي. انا عايز الاسماء دي يا صديقي او مبدئيا ما تبقاش بتتكتب بالايد. ليه؟ عشان ان شاء الله في جزء الفلتر بتاع محاضرة الفلتر هنقدر نفلتر بالاسماء. فلو عندي مثلا العطار اتكتبت بالغلط، ومكان العطار اتكتب العطاز او الالف دي فيها همزة او ايا كان، او مثلا السمكري فينا نقطتين اتكتبت مثلا نقطة ي من غير نقطة، فانا مش عايز الكلام ده. فبنعمل هنا حاجة اسمها داتا فاليديشن. داتا فاليديشن دي مهمة جدا في الشركات، ولو انت بتبقى حد بتعمل تقارير ما بتستخدمهاش انت كده حد يعني موظف اي كلام. فالداتا فاليديشن دي عباره عن ايه؟ الداتا فاليديشن هي قيم بتخزنها في مكان عندك في الشيت، بتبقى ثابته ما بتتغيرش، وبتستخدمها عشان ادخل بيانات في تقرير. ازاي ده بقى؟ تعال نشوف. انا مثلا هنا عندي شويه اسماء انا هحطهم في الديون، وانا الاسماء دي ما بتتغيرش وممكن اضيفهم بعد كده. فباجي في الشيت الاكسل كده في اي مكان تختار. انا مثلا اختار يعني تحت شويه عشان ما يبانش هنا، واكتب هنا دي الاسماء بتاعتي. بروح مثلا محدد كده مكان، واروح مديله بوردر عشان خاطر اكون عارف ان الاماكن دي الاسماء مثلا. تمام. نيمز. مش شرط تعمل اللي انا بعمله ده كله، وهنشوف دلوقتي من شويه، بس انا بعمل عشان اكون عارف ان انا ايه الرينج بتاعي اللي انا هحط فيه الاسماء. طيب بعد كده بروح واخد شويه الاسماء دي او بكتبهم او ايا كان، بس انا عشان ننجز وقتنا هنقول له باست فاليوز، واقول له انا عايز القيم فقط، فيروح حاطط لك الاسماء موجوده بالشكل ده ومفيش فيهم تكرار. محمد طب بص انا عايز اشوف التكرار فيهم. تعالى برضو اعلمك حاجه جديده، انا عايز اشوف تكرار عشان ما اوجعش عينيا. بروح اعمل سيلكت كده على الجزء اللي فيه البيانات، واروح على داتا، واروح اقول له ريموف دبليكيتس، واروح محدد العمود. تمام. وما هنا الكولوم اي اللي احنا واقفين عليه، واقول له اوكي. قال لك ان في اتنين دبليكيت وراح لغاه. بس كده انا كده ايه رحمت عينيا من ان انا ايه ابهدلها. طيب نيجي نبص كده، محمد احمد سوبر ماركت، مفيش اي حاجه ايه متعطله. طيب عندنا برضو هنا نفس الكلام الحاله. بص انا هنا ممكن اعمل مدفوع ومتاخر ومتاجل مثلا. شوف يعني انا بكتب دلوقتي بغلط. تخيل مثلا متأجل دي كتبت بهمزة، ومرة تانية من غير همزة زي متأخر كده، أو مؤجل هي مثلا بتتكتب كده. يعني على حسب اللي هيكتبها بقى، سواء غلطان أو مش غلطان. طيب نرجع تاني للداتا فاليديشن. أنا دلوقتي وريتك برضو إزاي إن أنت تشيل الحاجات المتكررة. طيب أنا وقفت هنا على أول واحدة. تمام. أو ممكن أروح أعمل سيلكت على الكل. أنا عايز العواميد دي كلها تبقى إيه عبارة عن دروب منيو. بس الدروب منيو في الإكسل اسمها داتا فاليديشن، اللي هي هنا في الداتا، داتا فاليديشن. احنا دلوقتي بقينا تلت ساعة، وأوعدك إن شاء الله 5 دقايق وهروح موقف الحلقة دي. صلى على النبي كده ومعلش، وأنا آسف إني طولت عليك، بس أنا متأكد إن أنت مستفاد مني. تمام. نضغط على الداتا فاليديشن. وبعد ما حددت، بس انا عايز افكرك على حاجه مهمه قوي. الحته دي بتلخبط جدا جدا جدا، وهعمل لها فيديو مخصص للداتا فاليديشن والتنسيق الشرطي. ما تنساش نهائيا في الاثنين دول، التنسيق الشرطي او الكونديشنال فورماتنج والداتا فاليديشن اللي هو تحقق من صحه البيانات، ان انت تحدد المكان اللي انت شغال فيه. وما تنساش انت حددت ايه. انا حددت من هنا لهنا، وشايف التحديد. يعني لو غلطت ومش شغاله معاك راجع الفيديو، هتلاقي انت ناسي التحديد.
حددت وضغطت على داتا فاليديشن، ظهر لي الشاشه دي على حسب الشكل عندها، شكلها عندك ايه. بروح ضاغط هنا اقول له ليست، دور على كلمه ليست، هيقول لك طب حدد لي الليست انهي ليسته. فروح ضاغط هنا. بس اول ما تضغط هنا خلي بالك بقى، مش تضغط على اي حاجه بسهوله. انزل كده بالسكرول، وروح ساحب بالماوس كده وحدد لي المكان ده، وارجع تاني هنا ما تضغطش على اي حاجه تاني، واروح قايل اوكي. لو الدنيا ما ظبطتش معاك ارجع تاني. بص ظهر لك سهم كده، لو ضغطت عليه هيدل لك الاسماء بتاعتك كلها. هنا حطيت محمد، هنا بركات السمكري، هنا مش عارف العطار، هنا مش عارف في السباك، هنا مش عارف مين. طيب انا الاسماء دي عايز اضيف عليه حاجه، انا حددت المكان ده كله بقى، ممكن اضيف هنا ايه، الزوز مثلا. تمام. لو رحت هنا وضغطت هتلاقي الزوز ظهر لك. طب لو واحد قديم هتلاقي الزوز برضو ظهر لك. حلو. يعني انت ممكن تضيف بعد كده. طب انا بعد كده انا الميلاد دي اتملت وعايز ازود، هنعمل ايه؟ نرجع على المكان اللي انت حددت منه ده كده. تمام، ما تنساش التحديد، نحدد ده كده كله. ولو الجدول ده اكبر من كده حدد الكل وارجع على الداتا فاليديشن. وهنا هو بيقول لك ايه، من 38 ل 4، من اي لاي 54، من 38 ل 54، ده 54 اهو بص، 54. هتروح انت بقى ايه، محدد دول كده. ما تنساش التحديد، والله لو نسيت التحديد ما هتوصل لاي حاجه. وال 54 دي تزودها. ممكن اعمل كده واروح نازل واروح مزود شويه كمان. لا هو هنا لغى الكل، يعني ممكن نروح محددين كده. تمام، اي حاجه هتكتبها هنا برضو هتظهر معاك. اقفل ده كده واقول له اوكي. وخلي بالك انا بقول لك ما تضغطش على اي حاجه تانية عشان ما اغيرلكش البتاع. هتلاقي التنسيق موجود اهو. يبقى عندك ايه، اماكن تحت تكتب تاني. تعال نعيد تاني بقى. بص الموضوع سهل اهو. انا هنا بقى مش هروح محدد على كله، انا هقف على واحد بس عشان تشوف مشكله التحديد. ورحت على الداتا فاليديشن، قلت له هنا انا اختار ليست، وهنشرح الحاجات الباقيه دي ان شاء الله. يقول لك حدد لي البتاع، بروح ضغط على دي واروح ضغط على دول من غير جدول اهو، بس انا حددت له القيم دي. طيب انا بعد كده حبيت اضيف حاجه هنا مش هتظهر لك، فاهم؟ انا ممكن اروح محدد حبه حلوين كده عشان اجي اضيف اي قيم تاني بعد كده. هو حدد لك هنا اهو، اقول له اوكي، او اضغط على البتاع دي بعد كده اقول له اوكي. دلوقتي لو جيت هنا تلاقي الداتا فاليديشن موجود مدفوع. طب هنا مش موجود، اعمل ايه بقى؟ ممكن تروح من كده تقف على دي ديليت، كوبي، وروح ايه انزل حدد على الباقي ده كله وضغط باست. بمناسبة التحديد عشان قربنا نخلص، ممكن تحدد بتضغط على الشيفت وتتحرك بالماوس يمين وشمال وفوق وتحت. طيب قدامنا دلوقتي دقيقة واحدة. دقيقة واحدة دي هنتكلم فيها على الداتا فاليديشن. بص يا صديقي بسرعة اهو، والداتا فاليديشن بالتفصيل هتبقى بعد الفيديو ده. بروح محدد الجزء اللي انا عايزه، واروح على الداتا فاليديشن اقول له نيو رول. تمام. هنا هتلاقي في حاجات كتيرة جدا. بخش على كلاسيك واختار منها، هتلاقي الشكل عندك مختلف تماما على الماك عشان على الويندوز. ولو الدنيا مش مظبطه معاك خش على البلاي ليست دي You came Yes. شوف الجزء بتاعها. طيب تمام. انا هنا ممكن نختار الفورمات. بقول له مثلا لو الخليه بتاعتي بتحتوي على، بحتوي على ايه بقى؟ لو بتحتوي على نص معين او مسافات او هنشرح الحاجات دي كلها. بس انا هختار هنا نص معين واقول له containing. تمام. واكتب له هنا مثلا مدفوع. لا مش مدفوع بقى، ماشي مدفوع. واجي هنا على التلوين ده واقول له ايه جرين، اقول له اوكي. طيب الدنيا هنا تمام. بس انا لو انا جيت عملت كده مدفوع اخضر. طب انا عايز بقى اعمل الصف كله. انا وعدتك ان انا مش هطلع 25 دقيقة. ماشي، عندك كويز، جاوبني استفدت 1% ولا 50% ولا 100%. واشترك في القناة يا صديقي، والله لا تستفاد مني في يوم من الأيام لو أنت عامل لي فولو في أي منصة من المنصات بتاعتي. وأشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي بعد كده اللي هنشرح فيه الفاليديشن لما يكون بالخط العريض كده. ولو عندك أي سؤال أو أي مشاكل أو أي حاجة مش فهمتها سيب لي في الكومنتات وإحنا بنساعدك. يلا سلام عليكم.